طب انا دلوقتي واحد شغال على برنامج كريم بس، والعميل مش عايز يكنسل الرحله. العميل ده قعد اسبوع ساب الرحله متعلقه، انا افضل اسبوع قاعد في البيت؟ قال لي قلت له في الشارع اللي وراه ده، انا عامل لك فيديو دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ حلقه جديده، والنهارده ان شاء الله جاي نتكلم عن شركه كريم والخدمه الجديده اللي هي جو على كيفك. بس مش جو على كيفك انت كابتن كحيان، لا، جو على كيف العميل. شركة كريم في ظل الخراب اللي احنا فيه واسعار العربيات واسعار قطع الغيار والدنيا بقت زي الزفت، حبت تعلي على الشركات التانية وحبت تشغل دماغها. قلت لك ايه ده؟ الشركات التانية واكلة الجو وعمالين بينافسوا بعض، والكباتن عمالين يخطفوا الرحلات من بعض، وكله بيقبل بسعر العميل علشان ياخد هو الرحلة. يقول لك يا عم شغل نفسي بدل ما انا قاعد في العربية. فقالوا لك ايه، تعالى نعلي عليهم بقى، احنا نعمل اوبشن جديد ان الكباتن تنافس بعض، ان هي تحط سعر اقل من اللي العميل عايزه كمان. يعني الرحله تكون ظاهره للعميل ب 50 جنيه، وهي اصلا على جوه اللي جوه اوفر، تلاقيها فرق الضعف. تروح انت ككابتن كحيان عايز تشتغل، تروح حاطط سعر اقل من العميل حاطه، علشان مفيش كابتن غيرك تاني ياخد منك الرحله اللي انت عايزها، علشان انت خايف ان حد غيرك ياخد رزقك. فعملت لك الاوبشن الجامد ده جدا. هتقول لي يا عم في ايه؟ صلى على النبي بس كده، انت سخن ليه كده على الشركه؟ ما انت لسه عامل فيديوهين وتقول لي ارباح على برنامج كريم وبونص برنامج كريم ومتصور لي وانت ماسك الفلوس. هقول لك اليومين اللي انا اشتغلت فيهم على كريم يعني كرهوني في ميتين البرنامج. يعني انا مش فاهم. الخدمه الجديده ديت عماله تن 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 ما بتفصلش. افصل اوطي الصوت في التليفون ما بتفصلش، اخش على الاعدادات بتاعه التطبيق مفيش فايده. الحاجه التانية، الرحله اجي اكنسلها، يعني الرحله بتاعت جو على كيفك اجي اكنسلها ما بتتكنسلش، لازم العميل هو اللي يكنسلها بنفسه. فالمهم اللي عصبني او اللي خلاني اعمل الفيديو دوت، ان انا في اليوم اللي كنت بعمل فيه البونص بتاع كريم كنت خلاص بعمل اخر رحله في البرنامج وخلاص وقت الاتاحه خلصته. فالمهم جاي يعني اللي هو ايه، بدخل على بوابه الكابتن علشان اشوف انا عملت كام رحله وساعات الاتاحه كملوا ولا لا. فالمهم جت نطت قدامي رحله على كيفك، فدوست عليها بالغلط. فليه بقى ان انا دوست عليها بالغلط؟ ف طبعا العميل بعيد عني بربع ساعه، والرحلات كلها يعني بص، يعني انا تعبت نفسيا وانا شغال على البرنامج ده علشان اخد رحله عميل يكون قريب مني. ابسط حاجه انا عاوزها عميل يكون واقف قريب مني، بقعد بالنص ساعه وبالساعه. ده غير ان سعر الرحلات بتاعته حتى على جو اوفر من غير ريت ملهاش اي 30 لازمه. تلاقي نفسك عمال بتلف الكره الارضيه عشان تصفي لك 35 جنيه في الاخر. تلاقيه مديك ريت 1.7 والرحله يعني 1.7 ازاي ولا 2 ازاي؟ امال لو من غير ريت هتبقى عامله ازاي؟ فالمهم انا اعصابي تعبت في اليوم دوت، فاخر رحله دي قبلتها بالغلط. العميل بعيد عني، اعمل ايه؟ انا مش عارف. كنسلها ما بتتكنسلش، العميل بقى له ربع ساعه مش عايز يكنسلها. طب خدت رحله على برنامج تاني برضه العميل مش عاوز يكنسل الرحله. فالمهم احنا بنلجأ للموضوع ده ايه؟ بنلجأ للدعم. احسن حاجه بنتكلم عليها، يعني احسن حاجه في برنامج كريم ان انت بتلاقي دعم تكلمه وبيرد عليك. فده في الطبيعي كنا بنعمله لما تخلص الثلاث كنسلات اللي عندك تتصل بالدعم عشان يكنسلك الرحله. ده انت لما بتغلب خالص حجز شركات ولا كلام من ده. فالمهم كلمت الدعم وقلت له والله انا الامر واحد اتنين تلاته، يعني انا عندي مشكله في التليفون وقبلت الرحله ديت بالغلط ومش عارف اكنسلها ازاي، اعمل ايه؟ ولسه في بونص عايز اتاكد هو خلص ولا ما خلصش، اكمله مش هكمله. قال لي والله يا كابتن، الخدمه الجديده اللي هي بتبقى جوه على كيفك دي ما فيهاش اوبشن ان انت تكنسل الرحله. قلت له طب ما فيهاش اوبشن ان انا اكنسل الرحله؟ ماشي، انا دلوقتي قبلت رحله ومش عايز انفذها، قبلتها بالغلط، قبلتها ومش بالغلط، وبعد كده ايه حصل لا قدر الله اي مشكله معايا وعايز اكنسلها، فاكنسلها ازاي؟ قال لي والله ده ارجع للعميل كلمه قول له كنسلها من عندك. قلت له انا اكلم العميل اقول له كنسل الرحله من عندي عشان انا مش عارف اكنسلها؟ قال لي اعمل كده. طب قلت له افرض العميل كلمته وما كنسلهاش،
قال لي طب ساعتها اتكلمنا تاني واحنا نشوف الموضوع ده. قلت له تمام ماشي. كلمت العميل قلت له والله الامر واحد اتنين تلاته. قال لي يا باشا انت جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي بعد ما سحبوا مني الفلوس؟ قلت له سحبوا منك الفلوس؟ انا مش فاهم. قال لي انت خدت فلوسك، اكنسل الرحله ازاي؟ قلت له يا باشا خدت فلوسي ايه؟ انت رحلتك فيزا؟ قال لي اه. قلت له طب ماشي، الشركه سحبت هي الفلوس، مش قصتي انا ما خدتش حاجه، انا ما باخدش حاجه غير لما انفذ الرحله، فانا ما عنديش كنسله، كنسلها من عندك. قال لي انا مش هكنسلها وانت اتصرف. فالمهم رجعت للدعم تاني، فقلت له العميل مش عاوز يكنسل الرحله، وده غير طبعا موضوع الرحلات عماله ترن، انا اوطي الصوت ازاي؟ قال لي يا باشا وطي صوت التليفون. قلت له وطيت صوت التليفون. قال لي خش في الاعدادات بتاع التطبيق، هو عندك شوف كده عندك في اوبشن ان انت تلغي الصوت. قلت له انت بتسالني؟ انت مش عارف التطبيق اللي انت المفروض ان انت موظف دعم فيه؟ قلت له يا باشا مفيش الاوبشن ده، مفيش غير اوبشن ان انت تلغي الاهتزاز بتاع الرنه. قال لي ازاي؟ وبعدين لما انت متضايق من رحلات على كيفك كده باللفظ كده، بيقول لي لا يا باشا لو انت متضايق من رحلات على كيفك ممكن تقفلها من عندك. المفاجأة اللي انا عاملها لك ان البرنامج ما فيهوش اوبشن ان انت تقفلها من عندي. ف انت مش فاهم حاجة؟ هو انتوا الدعم ده دعم طبطبة بالطبطبة والواحد يكلمكم تطبطبوا عليه؟ ولا انتوا فاهمين البرنامج اللي اقسم بالله ما شفت موظف دعم في شركات النقل الذكي فاهم حاجة. يعني موظف بيرد عليك في التليفون وهو ما فتحش اصلا برنامج الكابتن قبل كده ولا يعرف ايه اللي في البرنامج. فالمهم بيقول لي اقفلها من عندك. قلت له يا باشا اقفلها من عندي ايه؟ الخدمه دي من الخدمات التلقائيه اللي بتشتغل عندك ما بتتقفلش، اللي بيتقفل المشوار الساعتين والاربع ساعات ومشاوير السفر. انا اللي هشرح لك تعمل ايه وهشرح لك البرنامج فيه ايه. فالمهم اللي استفزني اكتر بقى بيقول لي قلت له انا دلوقتي مش عارف اكنسل الرحله. قال لي والله احنا تعليماتنا ان الخدمه ديت محدش ينفع يكنسلها غير العميل، لما العميل يحس ان هو مش محتاج الرحله هو اللي يكنسلها. قلت له طب انا دلوقتي واحد شغال على برنامج كريم بس، والعميل مش عايز يكنسل الرحله، العميل ده قعد اسبوع ساب الرحله متعلقه، انا افضل اسبوع قاعد في البيت؟ قال لي اه. قلت له اه في الشارع اللي وراه ده، انا عامل لك فيديو ابن دلوقتي. فهو ده سبب ان انا بعمل الفيديو النهارده والله، يعني انا مسجل المكالمه وشايفها حركه بايخه قوي ان انا اطلع واحط المكالمه وهو بيقول اسمه وصوته، ويعني مش شايفها حركه بايخه، بس اقسم بالله اللي انا بكلمك عليه ده حصل بالحرف. قال لي ايوه مش هينفع تكنسل الرحله من عندك، العميل طالما محتاج الرحله هو اللي يكنسلها وقت ما هو يحب. قلت له يعني انت كده بتحطني تحت رحمه العميل؟ قال لي والله هي دي ده الخدمه الجديده هي كده، الخدمه الجديده هي كده. طب والله العظيم ده الواحد يبقى مهزأ، مهزأ مش هقول لك بقى مش عارف يشتغل، يبقى مهزأ لو فتح البرنامج ده تاني. يعني انا اللي كان مصبرني عليه اليومين اللي فاتوا ان انا كنت عايز اعمل فيديو للناس اقول لك، يعني الناس اللي هي معاش غير برنامج كريم بس اقول لهم يشتغلوا ازاي، او الناس اللي هي مفكره ان كريم ما فيهوش شغل. قلت يا عم يمكن ايه افتح يعني اعمل فيديو زي كده اعرف الناس ان انت ممكن لو ركزت عليه هتلاقي عليه رحله حلوه بريت، هتلاقي عليه بونص، هتلاقي عليه اي حاجه. ولكن الموضوع ده قفلني من البرنامج قفله، يعني انا مش طايق افتحه والله، وحتى لو طايق افتحه من الصداع اللي هو عمله لي انا بص كرهت يعني انا كان معايا من كتر ما انا زهقت منه مش جايب لي رحله حلوه، مطلوب مني وقت اتاحه سبته شغال وخدت رحله على اندرايفر. العميل بقى قاعد جنبي بتاع اندرايفر، انا طبعا مش هينفع اعمل غير متصل، قاعد جنبي قال لي هو ايه الصداع اللي انت عايش فيه ده؟ قلت له اعمل ايه طيب، انا البرنامج مطلوب مني ساعات اتاحه انا لازم انفذها، فمضطر افتحه ومش عارف اوطي الصوت. فقال لي ده جنان، ده اللي بيحصل ده جنان. قلت له ما انا مش فاهم في ايه. فانا مش عارف هم قاصدين يعني فرحانين بالخدمه الجديده ومصدرينها لنا كده عماله ترن، الحركه دي اكيد مقصوده. ده حتى البرنامج لما ما تكونش تقبل رحله يخليك غير متصل اوتوماتيك ما بقاش يعملها، او لما ما تقبلش رحلات كتير كان يبلكك ما بقاش يعملها، اللي هو عايز يقول لك يلا بقى انتوا بتقولوا كريم ما فيهوش رحلات، لا يا باشا احنا عندنا رحلات، خد بقى خد تن وهي اصلا رحلات زي الزفت، وكل عميل بعيد عنك بربع ساعه، وعلشان تروح له مشواره اصلا ب 25 جنيه،
وحاجه تقرف. فانا بصراحه يعني دم محروق جدا من البرنامج دوت، وكان لازم اعرفكم الموضوع ده. ولو انت في ظل الظروف اللي احنا فيها دي وظل اسعار العربيات وقطع الغيار والدنيا اللي خربت ديت، لو بتشتغل على خدمه زي جو على كيفك ديت، فانت معلش يعني ما تزعلش مني بعد كده، ما تلومش غير نفسك. ولو انت شغال على برنامج كريم بالمبدأ بتاعهم ده، ان انا ابقى تحت رحمة العميل، بعد كده برضو ما تلومش غير نفسك. لايك وشير للفيديو دوت، وكومنت قول لي رأيك فيه، واشترك في القناة لو انت لسه اول مرة تتفرج عليا، او بتتفرج عليا من غير ما تشترك في القناة وفعل زر الجرس. كفاية عليكم كده، السلام عليكم.